Extraction 2 هو فيلم أمريكي تصنيفه أكشن. مفيش في الفيلم لقطات خارجة، مصنف بس بلس 18 بسبب وجود أحداث دموية بالفيلم. الفيلم من أحدث إنتاجات شبكة نتفليكس، وهو الجزء الثاني للفيلم، والجزء الأول كان تم إنتاجه سنة 2020، والجزئين مرتبطين ببعض، بمعنى لازم تتفرج على الجزء الأول. الفيلم من إخراج سام هارجريف، ومع العلم إن ده تاني عمل إخراجي ليه بعد إخراجه للجزء الأول من الفيلم. ومن أعمال الأخوين أنتوني وجوزيف روسو، اللي كان شاركوا في صناعة أكتر من عمل لمارفل زي افنجرز ان جيم، زي كابتن أمريكا وينتر سولجر، زي افنجرز انفينيتي وور، وكتير من الأعمال التانية. بتدور أحداث قصة فيلم اكستراكشن 2 عن نهاية الجزء الأول بإصابة شخصية تايلور في مهمة ببنجلاديش، ونجاته من الإصابة ومرحلة تعافيه، وإزاي بيضطر إنه يدخل في عملية جديدة وإيه أسبابها وإيه مدى صعوبة العملية الجديدة، وده كله مذكور في أحداث الفيلم. المميز في الجزء الثاني من الفيلم عن الجزء الأول هو إننا بنتعمق أكتر في شخصية تايلور، وبنتعرف على مدار الفيلم عن قصته أكتر، وإيه أسباب حزنه اللي تابعناه في الجزء الأول، وإيه اللي بيمثله واللي كان بيمثله الممثل كريس هيمثورث بأداء تمثيلي جيد جدا، قليل لما بنشوفه من ممثلين الأكشن، خصوصا إنه معروف إن ممثلين الأكشن مش مطلوب منهم تحديات تمثيلية من النوع اللي موجود في الفيلم. وده اللي يخلينا إن إحنا نتمنى إن إحنا نشوف ممثل كريس هيمثورث في أنواع مختلفة غير الأكشن. وغير تعمق الفيلم في شخصية البطل، الفيلم برضو تعمق كمان في شخصية الفيلن، وخلانا نشوف بأكتر من فلاش باك عن قصته وعلاقته بأخوه، وإزاي اتربى من أبوه على إنه ياخد باله من أخوه الصغير ويحميه ويقف جنبه حتى لو هيجي على موته، وقد إيه هو ملزم ينتقم لموت أخوه. المختلف كمان في الجزء الثاني إن كان في أكتر من شخصية في الفيلم لهم تأثير أساسي، مش شخصية البطل فقط ولا شخصية الفيلن، وكانت ليهم دور أساسي في أحداث في الأحداث، غير إنهم كانوا خفاف طوال أحداث الفيلم، اللي كان بيخلي المشاهد يتمنى إن هم يشاركوا في أجزاء جديدة من الفيلم، فيما عدا طبعا شخصية واحدة من الشخصيات اللي اتفرجوا على الفيلم هم يعرفوا ليه السبب. أكتر حاجة هتحبها لما تتفرج على الفيلم هو مشاهد الأكشن اللي موجودة في الفيلم، وخصوصا في النص الأول من الفيلم. ولما تعرف إن ده تاني عمل للمخرج سام هارجريف، تحس إن في مخرج أسطوري بيتم تقديمه للفترة الجاية. من أكتر المشاهد اللي عجبتني في الفيلم، وأول مشهد بيبتدي بيه الفيلم في الأكشن، هو أول مشهد قتالي في الفيلم، وحركة الكاميرا اللي كانت مع الأداء الحركي لشخصية تايلور وأخو رئيس العصابة، اللي كان حلو جدا علشان بيدي الفيلم في ملحمة طويلة من الأكشن من بدايتها، من أول نقطة المشهد اللي وضحته لحضراتكم زي ما وضحنا لمدة 21 دقيقة في مشهد واحد طويل، كان من أحسن لحظات الفيلم. بداية من المشهد القتالي لشخصية تايلور مع السجناء، مع الشرطة اللي كانت بتحاول ان هي تحافظ على امن السجن، وهو بيحاول يخرج الرهينة، ان هو يخرجها بره السجن في وسط الفوضى اللي موجودة في السجن. ده كانت من اكتر المشاهد الممتعة اللي ممكن تتفرج عليها كأكشن في الفترة الأخيرة، لغاية المشهد التاني اللي احنا بنشوفه بعد المشهد ده، هو مشهد الغابة ومطاردة الغابة، وكل ده كان في مشهد واحد بالإضافة لكده لمشهد القطر. فلما تتفرج على كل المشاهد دي في بداية الفيلم، بيعلي البار جدا للأكشن اللي انت هتشوفه في باقي الفيلم، وهتستمتع أكتر لما تشوف الميكنج بتاع الفيلم، وخصوصا الميكنج لمشاهد بداية الفيلم اللي موجود
على اليوتيوب، شركة نتفليكس منزلها على اليوتيوب، وهتتفرج قد ايه كانوا بيقوموا بمخاطرات علشان يطلعوا المشهد ده، وخصوصا المخاطرة اللي كان بياخدها المخرج بنفسه علشان ياخد مشهد في الفيلم. من ضمن مميزات الفيلم هو ظهور إدريس ألبا في الفيلم، اللي كان عبارة عن مشهدين في الفيلم، بس كان ليه إضافة كبيرة، عليه كاريزما بتضيف لأي عمل بيشارك فيه، حتى لو هيشارك بدون سيناريو مكتوب ليه. وزي ما اتكلمنا عن جمال واختلاف أكشن الفيلم عن باقي الأفلام في النص الأولاني منه بالذات، وده اللي كان بيعلي التشويق المشاهد اللي هيشوفه في النص التاني. بس النص التاني من الأكشن كان حلو، بس مش بنفس تميز الأكشن اللي حصل في النص الأول، ودي نعتبرها حاجة من عيوب الفيلم. مش هتتضايق ولا هتمل في النص التاني، بس هتحس انك في اكشن حلو بس مش اسطوري زي ما بدأ. ولما تيجي تفرغ الفيلم من المميزات اللي هو الاكشن وتيجي تبص لقصة الفيلم، تلاقيها كليشيهية شوية، يعني زي اي فيلم اكشن البطل بيحاول ينقذ شخص او مجموعة من الاشخاص من عصابة، ودي هتلاقيها نفس قصة معظم أفلام الأكشن، وخصوصا لما تتفرج على الفيلم لنهايته هتحس إنها متوقعة، على عكس الجزء الأول. أنا عارف طبعا إنهم حاولوا يختلفوا عن الجزء الأول، بس النهاية كانت متوقعة زيادة عن اللزوم، وفي نفس الوقت كانت حلو في النهاية إن هم يقدموا لجزء جديد. فيلم استراكشن 2 هو بيضم نفسه كواحد من أحسن أفلام الأكشن اللي اتفرجنا عليها الفترة اللي فاتت، اللي هتحب تتفرج عليها تاني. وأكتر عيب فيه إن هو منزلش في السينما قبل ما ينزل في المنصات، وحقق نجاح كبير للدرجة بعد إصدار الجزء التاني من كام يوم أعلنت شبكة نتفليكس إن هم ابتدوا في الجزء التالت. وعلشان كده تقييمي لفيلم اكستراكشن 2 هو 7.5/10. واتمنى ان انتوا الفيلم بما انه هو موجود على منصة يتم الفرجة عليه او مشاهدته على اكبر شاشة ممكنة وباحسن صوت ممكن للاستمتاع بالفيلم.